السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. كي دايرين مع هذا الحدث الاخير اللي وقع وهذا الشيء اللي وقع ديال الزلزال؟ واش مزيانين؟ واش عائلتكم مزيانين؟ كنعرف ان بزاف ديال الناس اللي غادي يكونوا تضرروا من هذا الحادث. الشيء اللي وقع الصراحه اللي ضرنا وألمنا بزاف واللي اثر فينا فريمون. انا حيت حنا ما نكذبش عليكم يعني حسينا به بزاف، حسينا به بزاف، واللي اول مره كنتحطوا في بحال هاد يعني ديما كنسمعوا زلزال وكنتاثروا وكنشوفوا الناس ولكن ماشي بحال انك تجربها وتكون في وسط البلاصه اللي هي ماشي موقعش بحال اللي وقع في الدواوير، ولكن راه حسينا به بواحد الطريقه. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الله يرحم اللي ماتوا. راه ما قدرتش اصلا ندير فيديو انا قبل نهائيا، وكيف قلت لكم ما قدرتش كاع نصور، ما قدرتش صراحه جاتنا صدمه. راه في الاول تصدمنا واحد الصدمه كبيره، راه ما كناش كنتصوروا. تصوروا معايا انا يلا كنت طالعه النعس حتى كنحس قبل حسيت بالنمال هكا في رجليا حيت كنت في الدار لتحت، حيت الناس اللي الفوق حسوا به بزاف، ولكن انا كيجيني الى غير هذا تاع هاد المره بحال اللي الفوق بحال اللي تحت، لان كنا حتى الرؤيه ما كانتش واضحه هكا. كنحس انا بعدا وماشي اي واحد سولته في هاد الناس اللي هكا دايرين بينا واللي فاش خرجنا الزنقه وباقي الطيور هكا كيميلوا وعينينا ما زاكينش تنشوفوا الناس بيناتنا وداكشي ما عارفين كيفاش نديروا. كتشوف انت خرجتي وواحد اخر في عائلتك ما خرجش وباقي داكشي كيتحرك. هي ما كانش واحد المده طويله، ولكن حنا بانت لينا طويله ودوزنا فيها سيناريو حياتنا ودوزنا فيها بزاف ديال الصور. تفكرنا الزلزال ديال تركيا. انا راه في الزلزال ديال تركيا في داك الوقت عشت معاهم كانني معاهم. عرفتي علاش؟ لان بقى فيا حال بزاف، ضرني خاطري بزاف، بقاو فيا دوك الناس بزاف، وبقيت كنتفرج في لي فيديو، في لي فيديو ديال في التليفون بزاف تاع داكشي، حيت بقاو فيا داكشي اللي كيخليني وما لقيناش ليهم الجهد. داكشي اللي خلاني كنتفرج ولقيت لراسي بقوه ما كنتفرج في دوك لي فيديو كنسمع. فاش كنعس هادشي راه تنعاود لكم في الزلزال ديال تركيا، فاش كنعس كنبقى نحلم راسي، ماشي كنحلم، كنحس انني تحت الانقاض، ما عرفتش هكا كنت. فاش جا هاد الزلزال هذا وحسينا به بديك الطريقه، انا واقفه حسيت بالتنميل في رجلي قبل ما نسمعوا الصوت، ولاول مره كنعرف بان الزلزال سبحان الله عنده واحد الصوت، واحد الصوت. راه قلنا انا سبحان الله العظيم جات نهار الجمعه فقلنا راه باقي يوم القيامه هو هذاك. واحد الصوت بحال شي دبابه، شي تراكتور، شي حديقه اللي كيحفروا بها الارض، ولكن واحد الصوت كثير لدرجه تسد لينا ودنا، تسد لينا تنسمع الهضره وليت كنسمعها غارقه. وسبحان الله ما غوتش، وانما بدينا كنشهدوا، درنا الدعاء صافي، كنقول صافي كنقول الدعاء وكنشهد، وفي نفس الوقت بغيت نهرب وما بغيتش نهرب حيت كنشوف تنقول الطيور تنشوفهم هكا. خرجت للدرب تنشوف الدرب راه صغير، راه ما نجيو فين نهربوا. بغيت من درب لدرب ما نجيو فين نهربوا، كلهم الدروب ضيقين والطيور تبارك الله عاليين. كنقول صافي المهم مشيت انا يلاه حدي حد راس الدرب، وقفت وتنصبر في الناس الاخرين. والله عالم حالتي عالم بها غير الله، وكنصبر في الناس الاخرين حتى وقف. ولكن من يوقف عاد انا رجعت فيا الرعده، رجعت رجلي يرتعدوا يدير ترعدوا، بكيت. ولكن الله اللي عالم علاش بكيت، يعني ماشي بكيت غير كنشوف الدنيا ما كتسوى والو. في واحد اللحظه كان كلشي غادي يمشي، يعني ما كان حنا غاديين في الدنيا كنقولوا بغيت هادي، بغيت نوصل لهادي، بغيت ندير هادي، وهو لا، راه الله اللي كيدبر لينا اشنو غادي نديرو حياتنا كلها. وراه سبحان الله، سبحان الله كنشوف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يرحم الناس اللي ماتوا، الله يصبر العائلات ديالهم، الله يصبرهم بزاف ويكون معاهم ويوقف معاهم. واش غادي نقول لكم، صبرنا حتى حنا، لان العائلات اللي توفوا في هذا الحدث، يعني في هذا المأساة هذه الطبيعية اللي جات من عند الله، الحمد لله. نتمنىو انها عمرها ما تكرر علينا ولا على حتى شي حد، وحتى دوك الناس ديال ليبيا اللي حتى هما تضرروا بزاف. عرفتي هادشي اللي خلاني انا والله العظيم ما قدرتش ندير حتى فيديو، ما قدرتش ندير حتى شي حاجه، وما كرهناش نساعدوا بالقليل. وجات داكشي مع بعضياتهم منا حنا من الزلزال، داز داكشي اللي وقع في ليبيا. الله يرحمهم حتى هما ويوسع على الناس اللي ماتوا ويغفر ليهم ويصبر العائلات ديالهم، ويصبر حتى بلادهم وبلادنا، والله يكون معنا ويكون مع جميع المسلمين يا ربي. قلت ضروري ندير معكم فيديو نبان. كانوا عندي دي فيديو مصوراهم تاع كيما ديما، ولكن ما قدرتش انني نحط شي فيديو. كنت غنحط فيديو نكمل تاع السفر، نكمل الفيديو اللي قبل. فاش جات الفاجعه ما بقيتش قدرت نحط حتى شي فيديو. اش من فيديو غادي نحط، اش من فرحه غادي نفرحوا، اش ما عرفتش. انا كاع كنت غنوقف كل شيء، ولكن نقولوا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله كلشي جا من عند الله.
واللي جات من عند الله مرحبا بها، الله يدير شي تاويل ديال الخير. المهم فقررت اليوم ندير فيديو. علاش؟ حيتاش صديقه ديالي اتصلت بيا من بعد ما اتصلت بواحد الدوار وشافت الحاجات اللي خاصهم، ماشي ماكله وماشي داكشي اللي شفت الناس بزاف تبارك الله اللي داو زعما الماكله، داو الحوايج، داو المناط، داو بزاف، لكن نساو حاجه وحده. يعني خاصهم يشوفوا بالضبط كل دوار واشنو خصو. يعني حنا اللي شفنا ان كاينين بزاف ديال الدواوين خاصهم حوايج البرد، لان راه عندهم واحد البرد، واخا حنايا مازال الحال عندنا شويه دافي، هما راه عندهم البرد قاصح، خصوصا انهم كينعسوا حسب في الزنقه، واخا داروا لهم دوك الخيام، واخا كلشي راه حنا في الدير وكيجينا البرد، فما بالك وحدين في الخيام مساكن وراه ما عندهمش تدفئه وما عندهمش بزاف ديال الحوايج ناقصين، واخا داك الخيام واخا داكشي اللي وصلهم باقي كاين النقص. الناس مشاو لهم حوايجهم ما عندهمش ما يلبسوا، خاصهم تقاشر، خاصهم كيلوطات، خاصهم الدونيات، خاصهم اي حاجه تتصوروا حنا كنلبسوها في البرد خاصين هذوك الناس. خاصهم الماء، حتى الماء ديالهم كلشي تدقدق، يعني واخا صيفطوا لهم الدقيق، واخا مشى لهم هادشي، واخا بزاف ديال الحوايج خاصين الماء فاش يطيبوا، فاش ياكلوا، فاش يشربوا، كاع هادشي خاص. فالصديقه ديالي اتصلت بيا قالت لي راه غادي نديو لواحد الدوار شي حوايج اللي اتصلوا بهم ولقاوهم خاصينهم، هما اللي غادي يجمعوا لهم، فداروا شي بركه هكا بيناتهم باش يتقداو لهم هذاك الشيء اللي خصهم. وانا قلت لها حتى انا غادي نساهم معكم باللي قسم الله، وقلت لها غادي نجمع شي حويجات، وتمكنت الحمد لله نجمع حوايج غير من الدار وهكا بيناتنا، وحويجات اللي جمعنا واللي كنوصي اي واحد يجمع حاجه اللي هي زوينه، راه ماشي ضروري جديد، تبارك الله الناس شراو جديد، اللي في استطاعته جديد يعطي من جديد، اللي في استطاعته يعطي من ديالو يعطي من ديالو. انا فايت ليا مخرجه الحوايج، لقاني الحال مخرجه الحوايج، مخرجه كلشي داكشي اللي ما بقيتش كنلبس، ولكن قلت لا غادي نخرج من داكشي اللي كنلبس، والحاجه المزيانه، الحاجه اللي ما هياش مزيانه ما كاين نخرجوها. فاضطريت انني نجمع شي بركات هنا من الحوايج ديالي، وغنخرج شي منطات من دياولي، وان شاء الله ربي غادي يعوض اي واحد دار شي خير على داك الخير اللي غادي يدير، غادي ربي ما غاديش يخلي حتى شي حد، كيف ما غتخليوش هذوك الناس اللي هما متضررين. الله يصاوب الجميع، والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم. راه ما كنصوروش هذا الشيء، انا بالنسبه لي كنهضر على راسي، راه ما كنصورش هذا الشيء باش نبان انني عطيت ولا انني درت، ولا انا غير ما جاتنيش انني واقفه يعني من نهار الفاجعه ما نزلت حتى شي فيديو، ما قدرتش ننزل حتى شي فيديو، ولا تاع الفرح لا تاع الروتين لا تاع حتى شي حاجه، واخا انا ما كنحطش بزاف يعني كان غير بعد كنحط دي فيديو، ولكن دابا مصوره دي فيديو ولكن ما تنحطهمش، ما قدرتش نحطهم، حنا في فاجعه ودازت علينا، راه ماشي سهله. هادشي غيحسوا به الناس ديال الحسيمه، الناس اللي مجربين الزلزال، راه حتى شي واحد اللي ما عمره جرب غيقول لك انا حسيت بكم، حسيتي بان الناس ماتوا، حسيتي بالناس طاحوا عليهم الحيط، شفتيهم، ولكن داك الاحساس تاع انك تهز بك الارض وتحسي ان الدنيا صافي غادي تمشي، راه عمرنا ما شفناه، لاول مره كنعيشوا حدث ماشي عادي. انا بقيت علاش نقول لكم ماشي عادي، بحال داك اللي كيقول لك في هذاك مهرجان تيميتار ولا ما عرفت، تيقول لك جاي تيقول للجمهور هذا شنو حدث عادي ولا ما عرفت، كي قال لهم كاع ما عقلتش حتى كي قال لهم حركه طبيعيه، هذه دازت حركه طبيعيه نقدروا اش بغيت تكمل اسيدي، اش من طبيعيه، اش من طبيعيه ما فتشوا فيها الناس، تجرحوا فيها الناس وتأتموا فيها اطفال، الناس تهرست، الناس ما بقاش عندهم العظم اللي يهزوه، الناس اللي ماتوا تبارك الله ماشي قلال، كيفاش هاد الحركه العاديه عادي عندك؟ يمكن حيت انت ما حسيتيش، يقدر عادي عندك حيت دردك ما حسيتيش، ما كون حسيتي ما غاديش تهضر، نقول لك تهز بك شويه، لا انت ما حسيتيش وما عندكش حتى هذا القلب باش تحس بدوك الناس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لك الهضره كثيره وسكات خير. نعاود نرجع نقول الله يصبر العائلات اللي توفوا لهم عائلاتهم واللي تشردوا مساكن من ديورهم، والله يكون في عوانهم، يكون معاهم.